ازيكم؟ خدت بالي ان شهر ديسمبر دخل علينا، وطبعا انا فاكره ان احنا عندنا تحدي ال90 يوم اللي هو قلنا فيه انه اخر 3 شهور هنحاول نعمل احسن حاجه عندنا. بس انا عارفه انه واحنا بنحاول نوصل لهدفنا او حلمنا في شويه حاجات كده بتوقفنا، ومنهم 3 حاجات تقريبا بتوقفنا كلنا او بتواجهنا كلنا. هتكلم فيهم النهارده وهديكم امثله، وهقول لكم كمان ازاي ان احنا نقدر نتغلب عليهم، عشان انا مش عايزه اي حاجه توقفكم ولا توقفني انا كمان. بس طبعا قبل ما نبتدي هاتوا حاجات كلها هتشربوها ويلا بينا نبتدي. اول مشكله لما اي حد فينا بيبقى عنده حلم او هدف عايز ان هو يوصل له، بيبقى اول خطوه بنفكر في ان الناس هتقول علينا ايه او هتشوفنا ازاي لما نعمل الحاجه دي. فاول حاجه كده قبل ما نتكلم اكتر في الموضوع، انا بس عايزه اقول نقطه معينه. تفتكروا ان الناس الناجحه بتفكر الناس التانية هتقول عليهم ايه او هيفكروا فيهم ازاي؟ المثال بتاعنا على الكلام ده هو ايلون ماسك. ايلون ماسك من اغنى الناس في العالم، او في اوقات كتير كمان بيكون اغنى شخص في العالم. عنده شركات كتير بمليارات الدولارات وكلها شركات ناجحه، ومعظم افكاره اول لما طلع بيها الناس قالت له انت مجنون، دي حاجه مش منطقيه، دي حاجه مش هتنجح. سمع كل الكلام اللي ممكن يحبط ويرجع اي حد ينام ويبقى مش عايز يعمل اي حاجه في حياته. بس ايلون ماسك لحد النهارده لما نجح لسه برضو بيتقال عليه كلام مش حلو. بيتقال عليه ان هو عنده توحد، وبيتقال عليه ان هو بيتكلم بطريقه غريبه، وطبعا هو مش هيقعد يضيع وقته في ان هو يرد على كل حد. فهو ببساطه قال في مره بصراحه انه انا ما بهتمش لرأي الناس، انا مش فارق معايا انتوا شايفيني ازاي ولا انتوا رأيكم فيا ايه، انا فارق معايا مشاريعي واهدافي اللي انا شغال عليها، هي دي الحاجات اللي انا بفكر فيها. وان هو لما بيجي يحكم على نفسه ويقارن نفسه، بيقارن نفسه بنفسه، ما بياخدش الفاليو بتاعته او القيمه بتاعته من اراء الناس اللي حواليه. دي ببساطه حاجه ما تعنيش لي اي حاجه تماما. فعايزاكم دايما تفتكروا المثل بتاع ايلون ماسك وتحطوه في دماغكم، لانه في مقوله بتقول ان انتوا لو ما عندكوش استعداد ان الناس تفهمكم غلط وان هم يحكموا عليكم سواء بالحلو او بالوحش او بايا كان، فانتوا كده كمان بيبقى ما عندكوش استعداد ان انتوا تجبروا وتحسنوا وتطوروا من نفسكم. وكمان من مقولات جيف بيزوس اللي هو من انجح الشخصيات في العالم، قال كمان ان انتوا لو مش قادرين تتحملوا النقد فما تعملوش اي حاجه جديده ولا اي حاجه مثيره للجدل، لانه هي دي الحقيقه. ايه اللي بيخلي شخص ناجح؟ هو ان هو شخص مختلف، وطالما هو شخص مختلف بيجي مع النجاح بيجي معاه كمان ناس بتنقد وناس بتقول وناس بتبقى كارهه ان هو يبقى شخص ناجح والكلام ده كله. لو انتوا زيكم زي بقيه الناس مفيش اي حد هيتكلم عليكم، بس كمان انتوا مش هتبقوا مختلفين، مش هتبقوا ناجحين، مش هيبقى فيكم حاجه يعني مميزه. فانتوا ببساطه لازم ان انتوا تبقوا عارفين انه مع النجاح بيجي معاه كره ونقد وجادجمنت وكل بقى الحاجات اللي بتضايق الشخص. فانتوا لازم تبقوا محددين، هل انا عايز انجح واتحمل الحاجات دي معاها، ولا انا عايز ابقى شخص وسط ناس كتير محدش واخد باله مني فمحدش بيتكلم عليا ولا حد بيقول عليا اي حاجه. طيب ايه الحل؟ اول حاجه هو تغيير الطريقه اللي احنا بنفكر بيها، انه عادي، ايه المشكله يعني ما يقولوا علينا اي حاجه، ما يحكموا علينا بالطريقه اللي عايزينها، ما يشوفونا بالطريقه اللي هم عايزينها. كل ده جزء من المرحله او البروسيس عشان نبقى الشخص اللي احنا عايزينه. فاحنا لازم نبقى اصلا الحاجات دي بالنسبه لنا لما تحصل ما نتفاجئش، احنا نبقى عارفين ان هي هتحصل كده كده. وتاني حاجه انا عايزاكم برضو لما حد يجي يقول لكم نصيحه دايما اسمعوا لكل النصايح، بس برضو فكروا هل الشخص اللي بيقول لي النقد او النصيحه او ايا كان هو بيقولها بطريقه تعتبر ايه يعني، هل ده شخص انا اصلا عايز ابقى زيه، او هو وصل للحاجه اللي انا بحاول اوصل لها فانا يعني اخد نصيحته في الاعتبار او ان انا اعمل بيها، ولا ده شخص مختلف تماما عن الشخص اللي انا اصلا بحاول اكون او اوصل له. ولكن زي ما بقول لكم دايما اسمعوا لكل النصايح وخدوا منها اللي انتوا شايفينه صح، وما تعملوش باللي انتوا شايفينه مش مناسب ليكم او مش هيساعدكم في الرحله بتاعتكم. ودايما بقول لكم خلوا بالكم من الدايره اللي حواليكم، خلوا بالكم مين صحابكم، مين الناس اللي في عيلتكم اللي قريبه منكم. كل الحاجات دي بتاثر عليكم بطريقه سواء ايجابيه او سلبيه، وسواء انتوا طريقه حاسينها او في اللاوعي بتاعكم. زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، في حاجات كده بتحصل لنا بتبقى معديه، تصرفات بتبقى معديه. فدايما تخلوا الدايره بتاعتكم ناس كويسه، ناس ناجحه، ناس بتخليكم تبقوا احسن، علشان لما تتعادوا منهم في حاجه تتعادوا منهم في الحاجات الكويسه اللي تحسن منكم. دايما كمان تخلي بالكم ان الدايره بتاعتكم تبقى
بالكواليتي مش الكوانتيتي، يعني بالجودة مش بالكمية، مش يبقى حواليا ناس كتير ودوشة وفي الآخر كلها حاجات ملهاش لازمة، أو ناس مش إيجابية، أو ناس دايما بتحبطني وبتبوظ المود بتاعي وبتخليني مش عايزة أعمل حاجة في يومي. والنقطة اللي بعد كده وهي إن انتوا برضو تحطوا في دماغكم إن انتوا لما تيجوا تعملوا حاجة أو تاخدوا خطوة ما تستنوش من الناس بالذات اللي تعرفكوا ان هي تدعمكوا او ان هي تقول لكم دي فكره حلوه. انتوا طالما عندكم فكره ومأمنين بيها، انتوا دعموا نفسكوا لغايه لما الناس اللي انتوا ما تعرفوهاش اللي مهتمه باللي انتوا بتعملوه تبدا ان هي كمان تهتم وتدعمكوا بيه. دايما حطوا لنفسكوا خطه، وبيقول لكم trust the process، يعني حطوا ثقه في الخطه دي، لانه اي حاجه عشان نحاول نوصل لها بتاخد شويه وقت. فما تفقدوش الثقة بتاعتكم أو إيمانكم بالفكرة لمجرد إن هي واخدة شوية وقت علشان تحصل. طبيعي أي حاجة في الدنيا، أي حاجة في الدنيا بتاخد وقت. لو عايزين تتعلموا لغة جديدة بتاخد وقت، لو عايزين تطولوا شعركم بياخد وقت، عايزين تتمرنوا في الجيم ويبقى شكلكم حلو هياخد وقت. كل حاجة بتاخد وقت. اشمعنى لما بتيجي عند اهدافكم او الحاجه اللي انتوا عايزين توصلوا لها بتستسلموا بسرعه؟ بكل بساطه في حاجه بتقول ان انتوا مش الحلم اللي في دماغكم، انتوا الخطوات اللي بتاخدوها كل يوم. فلازم يبقى في خطه وبتمشوا على الخطوات اللي فيها كل يوم، وساعتها هتوصلوا للحلم بتاعكم. هي اكنها رحله، احنا في بدايه الطريق ومسافرين رايحين للنقطه دي للنقطه دي. عشان نوصل للنقطه دي للنقطه دي لازم نتحرك وهناخد شويه وقت. فما تجوش وانتوا في النص تقولوا انا ما بوصلش، ما انتوا لازم تكملوا عشان توصلوا. ودايما عموما لما تلاقوا في ناس بتنتقدكم فكروا انه انتوا مش لازم كل الناس تحبكم، انتوا مش لكل الناس، اللي انتوا بتعملوه مش لكل الناس، سواء كانت خدمة، سواء كانت منتج، سواء كان حاجة انتوا بتقدموها، مش لكل الناس. طبيعي ان في ناس مش هتعجبها لان هي ببساطة مش ليها. وعموما افتكروا انه لو مفيش حد، لو انتوا عايشين في سلام تماما ومفيش حد ما بيحبكوش، فدي علامة وحشة مش علامة حلوة. لانه دايما اي شخص ناجح او بيعمل اي حاجة في حياته طبيعي هيبقى فيه عليه رد فعل، لكن طول ما مفيش رد فعل معناها ان انا ما بعملش اي حاجة في حياتي، او ان انا people pleaser، اللي هو انا بس عايش علشان ابسط الناس اللي حواليا وخليهم يبقوا مبسوطين. طبيعي جميل جدا ان انتوا تبقوا ناس محبوبة وان انتوا تبقوا الناس اللي حواليكوا بتحبكوا، بس عمر ابدا ما في حد يعني بيتفق عليه الناس كلها. تاني نقطة هتكلم فيها وهي يعني اكيد بتواجهنا كلنا، وهي ان احنا بنبقى عايزين الهدف اكتر بكتير ما احنا عايزين نشتغل علشان نوصل للهدف. يعني حد مثلا بيحلم ان هو يبقى عنده شركة كبيرة، بس هو مش عايز يصحى كل يوم بدري، ولا عايز ان هو يبدأ يفكر في حلول، ولا عايز ان هو يروح ويكلم ناس على فكرته ويشوف بقى هيجيب الفلوس ليها منين، ولا عايز ان هو يبدأ ياخد حتى خطوات صغيرة ويطور من المهارات بتاعته علشان يبقى الشخص اللي هو فعلا يبقى عنده الشركة اللي هو بيحلم بيها. احنا اكيد كلنا بنفضل راحتنا اكتر. مين مش عايز يفضل قاعد في الأوضة ويقعد يتفرج مثلا على فيديوهات او يقعد يقلب على الموبايل؟ ما تقفلوش الفيديو، اتفرجوا على الفيديو ده وبعدين قوموا. وعموما دايما فكروا في حاجة، انه احنا مثلا زي ما يكون عندنا ميزان، في كفة هنا فيها ان احنا ننجح او نوصل للهدف بتاعنا، وكفة تانية فيها الراحة. لو انتوا عايزين الكفة بتاعت النجاح تطلع فوق، كفة الراحة هتنزل تحت. لو انتوا عايزين كفة الراحة تطلع فوق، كفة النجاح هتوصل تحت. الاتنين مش هيجوا مع بعض. لو جم مع بعض هتبقوا شخص عادي. انتوا عايزين تبقوا شخص عادي، دي حاجة عادية جدا، مش لازم كل الناس تبقى ناجحة. بس اعتقد ان اللي بيتفرج على الفيديوهات دي عنده هدف او عايز ان هو يبقى شخص ناجح، شخص مميز، شخص مختلف. افتكروا دايما انه علشان تاخدوا حاجة لازم تدوا حاجة قصادها. هي الدنيا عموما كده. يعني دايما مثلا حد بيفكر الشخص مثلا اللي عنده شركة ده اكيد مبسوط وبيسافر وبيعمل وعنده وقت. بالعكس، كل الناس اللي عندهم مشاريع بيقولوا انا بدل مثلا ما كنت بشتغل 8 ساعات في اليوم في شغلانتي العادية، انا بقيت بشتغل اليوم كله، انا ما بقيتش بنام. هم قصاد النجاح وان هم يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها وقصاد الفلوس اللي هم بقوا بياخدوها، هم ادوا قصادها حاجات تانية. فكروا انتوا عايزين تدوا حاجة في مقابل حلمكم ولا مش عايزين. وعموما افتكروا ان انا مش ضد الرأي ده او الرأي ده، في الاخر يعني كل حد ودي حياته وهو حر فيها. وفي النقطة دي عموما انا مش عايزاكم تفضلوا تتكلموا مع الناس عن انتوا عايزين تعملوا ايه وعايزين توصلوا ايه وعايزين تفكروا في ايه، لان ده بيديكوا احساس مخادع، احساس ان انتوا فعلا عملتوا حاجة او ان انتوا وصلتوا لحاجة وانتوا في الحقيقة
احنا ما عملناش اي حاجه، احنا بس اتكلمنا. فما تخلوش الكلام يخدعكم. انا بالنسبه لي ما تتكلموش اصلا، خدوا افعال على طول، وخلي النتائج بتاعتكم هي اللي تتكلم وهي اللي توري انتوا عملتوا ايه. طب انا ازاي اتغلب بقى على الكسل ده واحساس الراحه ده واحاول ان انا اشجع نفسي شويه؟ مبدئيا انا عايزاكم تحطوا لنفسكم خطوات، اكنكم بتقسموا بالظبط جدول. كل يوم هتعملوا ايه، تحطوا جزء من يومكم هتعملوا فيه حاجه عشان توصلوا للهدف ده. تدوله بقى ساعة ساعتين 3 على حسب انتوا بتحاولوا توصلوا لايه وتتعلموا ايه وتطوروا نفسكم ازاي. وتاني حاجة عايزة ان انتوا تحطوا لنفسكم مايلستون، او اللي هو كل فترة لما مثلا تحققوا حاجة معينة تدوا لنفسكم مكافأة. يعني مثلا لو انا اشتغلت لمدة شهر على الحاجة اللي انا قايلة هشتغل عليها كل يوم وعملتها فعلا وخلصت الشهر ده، فكروا في حاجة تكافئوا بيها نفسكم، مكان بقى حلو، هدية حلوة، يوم كده راحة تقعدوا ما تعملوش فيه اي حاجة وتضيعوا اليوم كله. اي حاجة انتوا نفسكم فيها ساعتها اعملوها. او مثلا اما اقول ان انا هشتغل 5 ايام واخد مثلا يومين اجازه. او مثال ثالث اللي هو مثلا في ناس بتقول لكم اللي هو تشتغلوا 25 دقيقه وتاخدوا 5 دقائق راحه، او اشتغلوا 20 دقيقه وخدوا 10 دقائق راحه. انا بحاول ابسط لكم الموضوع لانه فعلا هو مش بكميه ان انتوا تفضلوا تضغطوا على نفسكم وتضايقوا نفسكم، هو بس ان انتوا تاخدوا خطوات، ان انتوا تدوا للهدف بتاعكم وقت في يومكم. وتاني حاجه هو ان انتوا تفتكروا ان انتوا دلوقتي مثلا لو انتوا عندكم رفاهيه الراحه، فان انتوا يعني ان انتوا تقدروا ان انتوا عندكم رفاهية الراحة دي. لانه عايزة اقول لكم ان معظم الناس اللي نجحت او اللي هي حققت حاجة هي عايزة توصل لها دايما بيطلعوا يتكلموا ان هم في الوقت اللي عملوا فيه الحاجة دي او في الوقت اللي هم نجحوا في الحاجة دي هم ما كانش عندهم اوبشن تاني او ما كانش عندهم خيار تاني. ساعات الحياة بتحطكوا في مواقف بيبقى ما عندكوش حل تاني غير ان انتوا لازم تنجحوا في ايا كان اللي انتوا بتعملوه، يا اما مفيش اوبشن تاني. فلو انتوا عندكوا الاوبشن او الخيار بتاع الراحة ده وان انتوا ما تشتغلوش على اهدافكم، استغلوه دلوقتي وقوموا اعملوا الحاجة اللي عليكم وانتوا عندكم وقت، احسن ما تعملوها غصب عنكم وانتوا مضطرين تعملوها وتبقوا بتعملوها وانتوا متوترين ومش عارفين هلحق ان انا انجح في الوقت اللي عندي الصغير ده ولا مش هلحق وهيحصل لي مشكلة قدام مثلا. فدايما قدروا الفترة دي في حياتكم علشان في الفترات اللي مش هيكون عندكم حل تاني هتفتكروا الايام دي وتقولوا هو انا كنت بعمل ايه، يا ريتني قمت من وقتها. لسه كنت بتفرج على فيديو النهارده الصبح، بنت جابت بيت تحفة جميل وهي صغيرة، بس البنت دي قالت ان هي وصلت لده بسبب ان هي ما كانش عندها اوبشن تاني. يعني هي كان وصل بيها المرحلة ان هي نايمة في بدروم بتاع حد على مرتبة في الارض. ساعتها هي قعدت تشتغل على القناة بتاعتها بالشكل ده لان هي مش كانت مبسوطة بالموضوع او كانت حابة الموضوع، بس لان هي ما كانش عندها بكل بساطة اي اوبشن تاني. وحاجة كمان زي ما قلت لكم الموضوع كله مسألة ان انتوا هتدوا حاجة وتاخدوا قصادها حاجة. فوانتوا مثلا بتفكروا في الهدف بتاعكم لازم تفكروا ايه اللي انا هديه قدامهم. هضحي بوقت قدامه، هضحي بخروجات قدامه، هضحي بحاجات انا نفسي اشتريها ومش هشتريها علشان الفلوس دي لازم اخليها مثلا للمشروع اللي انا عايزه اعمله. لازم تحطوا كل الحاجات دي في الحسبان عشان ما تخلوش اي حاجه من الحاجات دي تكون عذر او توقفكوا عن ان انتوا توصلوا للهدف بتاعكم. ثالث مشكله وهي مشكله بقى يعني انا متاكده ان هي شائعه جدا او بتواجه ناس كتير، وهي الثقه بالنفس. كم حد فينا بيقعد يقول انا لما اوصل للحاجه دي هبقى ابتدي الحاجه دي، او انا مثلا لما يبقى عندي كل الحاجات اللي انا محتاجها هبقى ابتدي. في الحقيقه انه كل دي اعذار بنديها لنفسنا عشان احنا ما عندناش ثقه في نفسنا، وانه في الحقيقه ان احنا مهما نفضل نحضر ونوضب ونعمل ونجيب عشان نبدا حاجه معينه او خطوه معينه، كل الحاجات دي مش هتساعدنا ببساطه. كل يعني الحاجه الوحيده اللي هتساعدنا هي ان احنا نبتدي، حتى لو هنبدا باقل امكانيات، حتى لو هنبدا باللي احنا نقدر عليه. لانه بكل بساطه الثقه دي بتتبني مع الوقت، وان انتوا لما بتبداوا تعملوا حاجه معينه بعد فتره الثقه بتجيلكوا. عارفين ان انا مثلا قبل ما ابدا انزل الفيديوهات دي الفكره كانت عندي بقالها قد ايه، ولما نزلت الفيديوهات قلت لنفسي انا يا ريتني ابتديت من زمان. بس في الاخر ايه اللي حصل؟ زقيت نفسي في الحفره. زقوا نفسكم لانه ببساطه احنا عمرنا ما هنبقى جاهزين. الثقه بالنفس واحساس ان احنا نبقى جاهزين دي حاجه بتتطور مع الوقت، لانه ببساطه احساس الثقه بالنفس ده بيجي لما احنا بنعمل حاجه احنا كنا فاكرين ان احنا مش هنقدر نعملها ونعملها. بيبدا بقى يجي احساس كده جوه اللي هو ايه ده،
انا عملت الفيديوهات والناس عجبتها، انا مثلا جاوبت على سؤال في المحاضره والناس كلها مثلا سمعت ان انا قلت الاجابه دي وقالوا ايوه بالظبط هي دي الاجابه الصح والناس سقفت، ساعتها بيجي احساس الثقه بالنفس. انا عارفه ان انتوا دلوقتي ممكن يبقى في ناس بتفكر اللي هو لا بس انا فعلا مش جاهز، وعامة دي حاجة في مخنا كلنا بتخدعنا عشان تقول لنا ان احنا مختلفين وان احنا اللي هو ايه مختلفين عن القاعدة، بس في الاخر الرولز او القواعد واحدة واحنا كلنا زي بعض. كل الناس اللي اخدت خطوات دي كانت مش جاهزة زيك بالظبط. عارفين ان في فرص كتير من اللي جات لي مثلا ما كنتش بعرف اعمل فيهم كل حاجة، يعني بعرف اعمل 60% منها وما بعرفش اعمل مثلا 40% منها، لكن كنت بحاول اتخطى الخوف ده، وان انا اول لما ادخل على طول واتقبل مثلا في موضوع ابدا ان انا اعوض على طول واتعلم واعرف واركز. وعايزه اقول لكم ان بعد فتره لما جيت اسيب مثلا الفرص دي او الشغلانات دي، الناس اللي كانت مثلا مديريني او كده كانوا دايما بيكلموني ويقولوا لي احنا عايزينك ترجعي، لكن في الحقيقه ما كانوش يعرفوا ان انا اول لما دخلت كان في مثلا 40% انا ما عنديش فكره عنهم او ما بعرفش ان انا اعملهم. فاللي انا عايزه اقوله في النقطه دي ان انتوا عمركم ما هتبقوا جاهزين من كل الجوانب، انتوا بتخشوا في الرحله وانتوا في الطريق بتكملوا المعرفة بتاعتكم او بتشتغلوا على نفسكم، بتبدأوا ان انتوا تكتسبوا مهارات تانية وتواجهوا مشاكل بتحاولوا تحلوها، وهو ده اللي بيطور من نفسكم وبيديكوا الثقة بنفسكم. دايما افتكروا حاجة، ان انتوا طالما بتعملوا احسن حاجة عندكم، وان انتوا طالما انتوا الشخص مجتهد بتصحوا كل يوم وبتاخدوا خطوات، هتوصلوا للحاجة اللي انتوا عايزين توصلوا لها. الحل بتاع المشكلة دي هو ان انتوا تبدأوا حتى لو انتوا مش شايفين كل الطريق. زي ما قلت لكم هي رحله، واحنا لو في النقطه دي وعايزين نوصل للنقطه دي مش شرط ان احنا نبقى شايفين كل الطريق اللي قدامنا. في وسط الطريق في حاجات بتحصل بتطور مننا وبتبدا ان الصوره تبقى واضحه بالنسبه لنا اكتر. وافتكروا دايما ان انتوا لو مستنيين ان كل الجوانب تبقى جاهزه هتفضلوا كده مستنيين للابد، لانه ببساطه احنا بنبقى جاهزين وبنتعلم من الاخطاء بتاعتنا. مش هتحصل لكم ابدا ابدا وانتوا قاعدين من بره كده وبتتفرجوا، حتى لو انتوا بتتعلموا، لانه في حاجات ما بتجيش غير بالخبره، غير بان انتوا بقى تخشوا تشمروا ايديكم وتجربوا وان انتوا فعلا تعملوها بنفسكم. وعمركم ما هتواجهوا المشاكل ولا الغلطات لحد لما تاخدوا الاكشن. فدايما البدايه صدقوني علشان توصلوا لحاجه هو ان انتوا تبداوا. انا عايزاكم تسالوا نفسكم ايه الحاجه اللي انا خايف منها او موقفاني ان انا اخد خطوات او ان انا ابدا ان انا اشتغل على الهدف او الحلم بتاعي. ايه الحاجه اللي انا خايف منها ان هي تحصل، ولو حصلت ايه يعني المشكله؟ ايه اللي هيحصل اوحش من ان انا مثلا حلمي يضيع او ان انا ما اوصلش لهدفي خالص علشان انا خايف ان الحاجه دي تحصل؟ صدقوني اوحش حاجه ممكن ان هي تحصل هي انكم تضيعوا وقت وما تعملوش اي حاجه عشان انتوا خايفين، لانه ببساطه انتوا لما بتجربوا عندكم نسبه ان الحاجه تنجح، لكن لما انتوا ما بتعملوش حاجه خالص فانتوا كده كده النسبه صفر. وعموما عايزاكم تفتكروا ان في شركات لحد دلوقتي حتى بعد لما بتنجح في حاجات مثلا منتجات بيطلعوها لسه برضو ما بتنجحش. فالنجاح ده مش حاجة هتوصلوها مرة وخلاص، انتوا ساعات في حاجات هتعملوها هتنجح، ساعات في حاجات هتعملوها هتلاقوها مش ناجحة، حاجات تانية بعد كده تطوروها قدام هتلاقوها نجحت تاني، بعد ما نجحت تاني غيرتوا حاجة راحت نزلت. هو الدنيا كده هتفضلوا تطلعوا وتنزلوا. الفكرة في ان انتوا تبقى عندكم ايمان بنفسكم ويبقى عندكم ثقة كفاية بنفسكم ان انتوا حتى لما تواجهوا صعوبات ومشاكل ما تخلوش ان الحاجه دي تحبطكم وتوقفكم. وزي ما بقول لكم اعملوا لنفسكم خطه وامشوا على الخطه دي، ما تسمعوش ولا لاحاسيسكم ولا لمخكم ولا اي حاجه من الحاجات دي، عشان الحاجات دي ساعات كتير بتضيعنا وبتكذب علينا. وبفكركم ان احنا بما اننا وصلنا لاخر السنه، في اخر الشهر ده هنزل فيديو هسالكم فيه انتوا وصلتوا لايه من الاهداف اللي احنا كنا متكلمين عليها في شهر 10 تقريبا، في شهر 10، عشان نشوف انتوا وصلتوا لايه وما وصلتوش لايه. وعموما اي حد بيتفرج عليا عايز اقول لكم ان انتوا لسه ما تاخرتوش، احنا لسه في شهر كامل، 4 اسابيع، 30 يوم. في دراسه بتقول ان انتوا لو عملتوا حاجه ل 30 يوم هتبقى عاده في حياتكم وهتقدروا ان انتوا تعملوها بعد كده بالطبيعه من غير اي مجهود، من غير حتى ما تحاولوا ان انتوا تعملوها. فاستغلوا ال 30 يوم دول، شوفوا انتوا عايزين تشتغلوا فيهم على ايه وخلوهم عاده عندكم عشان نبدا بيها السنه الجديده 2025، عشان نشوف بقى احنا هنعمل ايه في السنه الجديده دي كمان. وفي الاخر عايزه اشكر كل الناس اللي سالت عليا لما اختفيت الاسبوعين اللي فاتوا، علشان بجد سؤالكم عليا ده فرق معايا قوي. اتبسطت لقيت ناس بعتلي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب، بجد شكرا ليكم وانتوا مش متخيلين يعني انا الحاجات دي بتفرق معايا ازاي. ده بيشجعني ان انا اكمل اكتر وان انا ما اخليش احاسيس
الكسل والافكار الغلط والافكار المحبطه وكده تاثر عليا زي ما بتاثر علينا كلنا. واشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.